السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا. الفيديو ده فيديو مشتريات، بس المشتريات دي كانت يوم الوقفة، فمعلش نزلتها متأخرة، عذرا كنت تعبانة شوية. تعالوا نتفرج عليها. اشتريت ايه؟ رحت جبت خيار عشان خاطر الفسيخ. كل سنة وانتم طيبين. ماشي. كان عندنا سوق اسمه سوق المثلث. بجيب من عنده الحاجات دي جميلة جدا. ولفة الجزر دي جبتها ب15 جنيه. كنت جايباها عشان خاطر البرتقال. وهي البطاطس دي اداني على 11 جنيه. سوق ارخص بكتير من سوق عندنا اسمه ال40. ودي كابوتشا برضو بحب اقطعها قوي مع الفسيخ والحاجات دي. وانا نزلت ريفيو برضو عن الفسيخ. كان يوم جميل وكل سنه وانتم طيبين. ودي جبت بسله، قلت ايه افرزها في الفريزر. وجبت برضو الحراتي لزوم اكلة الفسيخ. اكتبوا لي بتحبوا ايه مع الفسيخ لما تيجي تاكلوه. وجبت الفلفل ده على 15 جنيه، بحب الفلفل الحراق وكده. وجبت ليمون برضو، ده لازم عشان خاطر لازم من الحاجات الاساسيه في التلاجة. انا ما بحبش اعصر الليمون كتير في الفسيخ دوت. جبته برضو، لا ده 20 جنيه الكيلو. وجبت شنطة البرتقال دي عاملة 25 جنيه، لا يا ربي 30 جنيه، فيها 5 كيلو. جبتها وبرضو عاملة لكم ريفيو فيها. عصرتها وحطيتها مع الجزر بعد ما سلقته، يبقى عصير جميل جدا. والدقيق ده عايزه اقول لكم ممتاز ممتاز. انا عملت بيه الحاجه بتاعت العيد ووريتها لكم، جميل جدا جدا. الكيس منه عامل 25 جنيه. ومرضتش اجيب بالسايب، قلت ده احلى، كان عاجبني. وجبت 2 فرن، عملت بيها برضو حاجات العيد، وعملت بيها ريفيو. ودي جبت اللي هي القمع بتاع الفيجي فور والبتاع دوت. عضى عليكم الايام بخير. وعايزه اقول لكم انا لما لقيت الكيس الحلواني ده، مش عايزه اقول لكم انا بقيت فرحانه قد ايه. جميل جميل جميل. ده جايباه ب 30 جنيه برضو، سعره حلو قوي. وادي القمع بتاع البيتيفور. عملت طبعا بيه ريفيو ونزلت لكم انا طريقه البيتيفور. وعايزه اقول لكم ان انا عملت شويه كحك السنه دي، والله والله روعه روعه روعه. خدوا التجربه بتاعت الكحك على البرد، دي جميل. ودي جبت شوكولاته سما عشان الزق بيها البيتيفور وازوق بيها للتزويق. وجبت البتنجان ده، بس مش عارفه والله فاكر سعره كام. وجبت شويه مخللات. بصوا بقى، دي جبتها لبنتي. مش من العبد، لا هو ما عندوش، دي من اتوال. هو ما عندوش السوبر ماركت، ما عندوش الهايبر، ما عندوش كيسه بتاعت اتوال، ما عندوش، ما نزلش معاه اكياس، فاداني كيس العبد. وعملت لكم برضو ريفيو عن العلبه دي. عايزه اقول لكم والله والله بجد العلبه خرافه. بص الحاجات دي جميله جدا. كل سنه وانتم طيبين. كنت نفسي والله انزله لكم قبل العيد، بس للاسف كنت تعبانه جدا. وطبعا انتوا عارفين زحمه العيد. كل سنه وانتم طيبين، يعود عليكم الايام حلوه عقبال العيد الكبير يا رب العالمين. ربنا يسعد ايامكم ويكرمكم دايما يا رب. نسمع لكم مقتطف كده سريع كده. البرتقال ده عصرته كله وسلقت الجزر وعملته في اكياس وحطيتها في الفريزر. عصير على فكره عايزه اقول لكم مغذي جدا وجميل وطعمه تحفه تحفه بجد يعني. الفلفل ده على قد ما شطيته، بس الواحد ما بيقدرش يستغنى عنه. ادي البرتقال بعد ما غسلته، بعد اعصر فيه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي.